فقبل ما نسأل عن حلال أو حرام، لازم أحكي لكم حكاية شمو اللي محفورة على جدران المعابد. إن أجدادنا وقفوا قدام الحيطان دي من آلاف السنين، يوثقوا احتفالهم ببعث الحياة، وقدم السمك المملح والبصل كرموز للنماء والخير اللي لسه بنحتفل بيهم لحد النهار. كان الفراعنة ينقشون على بيض الإوز أمنياتهم ودعواتهم للعام الجديد، ثم يضعونه في سلال منسعف النخيل ويعلقونه على شرفات المنازل وأفرع الأشجار من الليل، لتشرق عليه شمس العيد فتباركه وتحقق ما فيه. لم يكن تلوين البيض لديهم مجرد بهجة، بل كان طقسا يرمز لبعث الحياة من جديد، حيث يمثل خروج الكائن الحي من البيضة الجماد رمزا لخلق الكون من العدم عند أجدادنا المصريين. كان المصريون القدماء يخرجون إلى الحدائق العامة وضفاف النيل مع بزوغ الفجر، يحملون باقات الزهور والخضروات الورقية كالخس والبصل الأخضر كرمز لتجدد الحياة وطرد الأرواح الشريرة. وقد وفق جدران المعابد احتفالاتهم وسط الطبيعة وهم يتناولون الأسماك المملحة، الفسيخ والبيض الملون، في طقس اجتماعي يجمع بين تقديس النيل والاحتفاء بجمال الطبيعة في عيد شمو. وبعد أن تعرفنا على جذور شم النسيم وكيف كان أجدادنا الفراعنة يوثقون تلك الطقوس على جدران المعابد، يأتي السؤال الأهم: هل الاحتفال به حلال أم حرام؟ لقد اختلف العلماء في هذا الشأن، والبداية مع الفريق الذي ذهب إلى التحريم، حيث استندوا في رأيهم إلى أن شم النسيم في أصله عيد ديني لغير المسلمين، والقاعدة الفقهية عندهم تقول إن المشاركة في أعياد ذات أصول عقائدية مخالفة لا تجوز، معتبرين أن في ذلك تشبيها بغير المسلمين في شعائرهم الدينية الخاصة. رأي الأزهر الشريف في الاحتفال بشم النسيم. يؤكد علماء الأزهر الشريف أن الاحتفال بيوم شم النسيم هو عادة مصرية قديمة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويستند هذا التأييد إلى النقاط التالية: الأصل في الأشياء الإباحة. يرى علماء الأزهر أن الاحتفال بالربيع وتلوين البيض وأكل السمك هي عادات اجتماعية وليست طقوسا دينية، وما دامت هذه العادات لا تخالف العقيدة فلا حرج فيها شرعا.